مش هبقى واقف كده ايه ده انا عندي مشكله اهلا بيكم من على الكنبه. يا استاذ شايفين احنا مش على الكنبه. احنا قررنا نقتحم استوديو فاروق بالظبط كده. ونسيح على تيد لاسو معاه، نعمل زي جروب ثيرابي بسيط كده بالظبط كده. شوف مشاكلنا. اولا نحب نرحب طبعا بفاروق دياب من صاحب فرق الاستوديو. ريفيوز، صاحب الاستوديو والكاميرا خيره علينا. الجمال منورين والله. نورك يا باشا والله. نورك. بس ممكن نبدا على طول بقى، اعتقد صح؟ ممكن نخش على طول. ماشي. نبدا. مين عايز يسيح الاول؟ استنى قبل ما نصيح طبعا، يعني هي واضحه، بس اللي ما شافش تيد لاسو يروح يشوف تيد لاسو. احنا نصيح على الموسم الثالث طبعا. اللي ما شافوش روح شوفوا، زي ما شفتوش روح شوفوا وتعالى، ده لازم. تمام يعني وطبعا حرق اكيد في حرق، فالناس تبقى عارفه بالظبط كده. خش انت يا منت. اخش انا. ابدا منين ولا تبدا منين ولا منين؟ يعني هو كان سيزن حلو قوي طبعا، بمقارنه مع السيزونين التانيين ممكن يبقى فيه يعني يبقى اقل سيكا منهم، بس انا اتبسطت السيزون كله. ويعني بدات اول كام حلقه وكنت مبسوط وكنت متحمس وقعدت اشوف الحلقات ورا بعض وبتاع. بعدين مش فاكر، انت قلت لي ان كان في مشاكل على الحلقه الخامسه او حاجه كده ومش عارف ايه. لا انا قلت ان هما بيقولوا السادسه جامده قوي. لا قبليها كان اللي هو عشان موضوع الاجندات وكده، فكان الناس اللي هي مش مبسوطه قوي، فبدات اقلق. بعدين اتفرجت لا تمام يعني طبعا في اجندات وكده والكلام ده. لو عايزين نبدا باللي هو الحاجات السلبيه يعني في الموسم، هو انا اللي ضايقني ان هو عشان طبعا هو كان اخر الموسم، فاللي هو يلا بقى نشوف اي حاجه احنا اجنده ما اتكلمناش عليها نحشر بقى كله، بما اننا هنخلص المسلسل فنحط بقى الحاجات اللي احنا مش ما لحقناش نحطها ومش عارف ايه ومرازعينها. وده من الحاجات اللي قللت في الموسم ده بالنسبه لي. طبعا بعيدا عن الاجندات الواضحه، يعني مثلا حلقه السوبر ليج هي كانت معموله حلو وكل حاجه، وحتى الرساله بتاعتها لذيذه وكل الكلام ده. والحته اللي هي ريبيكا بتتكلمهم وبتشوفهم كعيال صغيره وبتقول لهم انتوا ازاي يعني ايه الجشع اللي انتوا فيه ده وانتوا ما تكبروا شويه وكده. انا ضايقني بس ان هي الجمله اللي قالتها فوتبول از فور ذا بيبل وكده حاجه انسبايرنج وحاجه حلوه، جمله كويسه، بس في الاخر يعني طب ما احنا عارفين يا جماعه يعني، او ممكن تكون محطوطه عشان الناس اللي بتتفرج على المسلسل ملهاش في الكوره بالظبط، ان هو يعني بيوروا من ده بيحصل. وبيقولوا برضو رايهم في حته السوبر ليجز طبعا اللي حصل السنه اللي فاتت، الحوارات. موافق عليه كم موافق على سوبر ليج. ماشي ده رايك يعني تمام. هنجيب له ريبيكا دلوقتي. بس حسيت ان هو لا يا جماعه يعني ما انا عارف الكلام ده خلاص تمام، بس دي ممكن تبقى حاجه شخصيه ليا يعني. بس طبعا يعني انا برضو اللي ضايقني شويه ان هم ما تعمقوش في الرايفلري ما بين تيد ونيت، بس كانت مبرره يعني اللي عملوه في الاخر. انا تمام ما اتضايقتش منها قوي. ممكن تخشوا انتوا بقى في كلامكم بعدين نخش في المميزات عشان المميزات كتير قوي، مفيش غير مميزات تقريبا. بس اوكي كده ادينا صياح. ماشي. انا صياحي انا مشكلتي كانت زي ما كان مندو بيقول ان هم ادوا اهتمام كبير قوي من القصه لحوار الاجندات، وخصوصا يعني قصه الولد اللي هو مش فاكر اسمه ايه، كولين هيوز. ان هم ادوا الموضوع كبير قوي وفي حلقه كامله عليه وعلى الحوار بتاعه قد ايه بقى هو كان مخبي والحوارات دي كلها. فهم كانوا مجمل حلقتين كده كنت حاسس ان هم ممكن يفيدوا الستوري اكتر من كده، بالذات بشخصيات معينه. الشخصيات عامه كان ممكن تاخد مساحه اكتر في الحلقتين دول. انا كنت متاكد ان الحلقتين دول كان ممكن يضيفوا اكتر دبت لكذا شخصيه. مش عارف برضه دكتور شيرين اختفت فجاه، بس هي دي يعني هي كانت معموله عشان تطلع في سيزون 2 بس مش تتقطع كده فجاه. هم كانوا صحاب قوي في الاخر. هو ما تعليقش هي مشيت فجأة. هي مشيت يعني فجأة. هي الفكرة ان هو ما تعليقش. هما كانوا صحاب في اخر سيزون 2، فكان المفروض العلاقة دي يعني تبقى العلاقة دي كانت المفروض تبقى يعني مترابطة اكتر من كده، او يعني كل فين وفين نشوف حاجة ليها كده. فلو احنا ما شفناش غير في اول حلقة واخر حلقة حرفيا. مش في اول حلقة اصلا. جت في الاول في المكالمات اللي وراحت قافلة في وشه اللي هو تمام مش فاضيالك. وبعدين في اخر حلقة بتتفرج على الماتش. بس يعني فانا شايف ان دي واحدة من الشخصيات اللي
يعني ضيعوها بسبب وهي كانت شخصيه جامده قوي في سيزون 2 بالظبط. يعني انا كنت حابب ان انا اتفرج عليها تاني. لو قعدت افصص لكم هلاقي ان في يعني كل كاركتر كان ممكن يتضاف له حاجه من لو شالوا حوار الاجندات دي اللي كنت شايف ان هي ليها لازمه الصراحه. ما فادتش ولا يعني كستوري وايز مش حاسس ان هي ضافت حاجه لتيد لاسو يعني، ولا كني شفتها اصلا ولا هفتكرها. فكنت حاسس ان هي ممكن يستفادوا بيها من ناحيه تانية احسن يعني. بس يعني برضو الحلقه الاخيره حسيت ان انا اول ما شغلتها ان انا في حلقه واقعه مني، حسيت ان في حاجه انا فاقدها كده يعني. كنت مستني اشوف نيت اكتر اول ما يرجع للتيم، كنت مستني اشوف رياكشنهم اول ما يعرفوا ان هو هيمشي، وكنت عايز اشوف ناس لا ما تمشيش، لا اقعد، اللعيبه تتاثر ازاي ان تيد بعد كل ده هيمشي ويسيبهم، وبعدين الاقيهم فجاه بيغنوا له احتفال ولا كان في حاجه يعني والكلام ده. فكنت عايز تعمق اكتر في الحته دي، كنت بتاثر يعني، انا بتاثر قوي بالرياكشنات بتاعت الشخصيات يعني. كنت عايز اشوف كل واحد هيرياكت ازاي. هي بس النقطة بس في الحتة دي رياليستيك أكتر، هي كده رياليستيك أكتر. هي رياليستيك بس كام مدرب يروح يمرن لا، ما فرقة انت سنة هو وسنتين مش وثلاثة مدرب وبعدين يعني، يخرج؟ هو مش مدرب برضه، هو كان فاميلي اكتر من هو مدرب. كل الناس بتقول الكلام ده. مش كده برضه، لا اصل انت الناس تيد كلها لاسو، بتقول كده على تيد أنشيلوتي، لاسو انت وأنشيلوتي واحد لو جاي، مشي لا محدش انت هيفتكر. واحد جاي. بلاش نتكلم عن مش انشيلوتي هنخش في بالذات الكورة. يعني، ده راجل معلش. بس انت بتتكلم ان هو دلوقتي شخص جاي يلكم مش بيفهم اي كوره، هو جاي يحسن علاقات اللعيبه، حسن يعني شخصيه اللاعب ده بره الملعب اصلا اكتر ما هو جوه الملعب. فهو انت كل اللي شايفه علاقات اكتر ما هي كوره، هو مسلسل مش مسلسل كوره اصلا. فانت كنت مستني على الاقل ان هو انا اشوف الشخص ده جيمي مثلا اكتر واحد متغير، الكاركتر بتاعه هو من احسن يعني الكاركتر ديفلوبمنت جامد قوي بس سيفير يعني من الى هو هتلاقيه بيطلع وينزل وهكذا. فمثلا كنت ده مستني روي، كنت مستني يقعد يزمجر كده فاهم، ولا يعمل اي هو حاجه. اصلا الموسم كله بيزمجر بس لا يعني. مثلا على تيد برضه مش عارف ايه. فكنت مستني ان انا اشوف مشاعر اكتر، ومش اللي انا اللي هو ايه ده تيد ماشي يا جماعه وبتاع يلا نعمل له حفله. وبالذات نيت، علاقته بنيت يعني كنت عايز اشوف الاجواء تمشي ازاي. احنا كده عارفين ان تيد مسامح جدا، فما كانش مستنيين منه حاجه قوي، بس كنا مستنيين منه ومن نيت مع بعض اكتر. فدي بس الحاجه اللي انا حسيتها كانت فاقده. بس يعني كده اخر 3 حلقات كانوا توب قوي يعني. دي السلبيات بالنسبه لي يعني. خش بقى على السلبيات. طيب السلبيات، هو عموما انا المسلسل اتحط في حته كده بالنسبه لي، انا مش هقعد اقول اقيم بقى حلقه بحلقه وايه كان احسن وايه كان اوحش. الموضوع بقى اكبر من كده شويه بالنسبه لي يعني. كومفورت زون بقى بقى حاجه كده يعني فريندز وهاو ميت يور ماذر. كنت بقول هو المسلسل بقول الموضوع انا شخصيه تدي وانا بتفرج على الحلقه الاخيره انا كنت عايز احضنها. ايوه اللي انا مش عايزها تمشي حرفيا. حقيقي احنا كنا يعني انفستد قوي في المسلسل بكل مشاعرنا وشخصياته، دي كل حاجه فيه كانت حلوه. ففكره بقى انا اقول سلبيات قوي مش هي هتبقى حاجه بقى تقنيه اكتر. انا بالنسبه لي لو عايز اقول حاجه بس فيها مشكله في المسلسل الموسم الثالث، احنا بعدنا عن تيد. ايوه 5 حلقات اولانيين احنا بعدنا جدا عن تيد. انا بالنسبه لي بتفرج على تيد. ايوه بالظبط. انا استغربت انك ما قلتوش تيد ما ظهرش. من كتر ما انا كنت بحاول ادور على الكاركترز اللي كنت مستني منها اكتر. بس هو فعلا تيد كده احنا تيد لاسو، المسلسل اسمه تيد لاسو. فين تيد لاسو؟ اول 5-6 حلقات مش موجود. الشخصيه لما بيضيفوا ليها يعني ولو 1 من 10 من ديبث بسيط كده يدخلوا فيه سنتي او 2 في الشخصيه، بيبان حاجه عظيمه. الحلقه التاسعه تقريبا بتاعت مامته او العشرة فاكر دي بتاعت مامته. الحلقه دي كانت الحلقه دي عبقريه بس بمجرد الدراما كده انت قاعد متعاطف قوي مع اللي بيحصل. الحلقه دي كانت عظيمه بالظبط. فانا بالنسبه لي ان انت بعدت عن تيد لاسو اللي احنا بنتفرج على المسلسل عشانه. احنا بنتفرج على تيد لاسو مش بنتفرج على عايزين تيد لاسو اكتر. دي كانت تعتبر بالنسبه لي السلبيه، لان فعلا انا محتاج اشوف تيد لاسو اكتر. الاجندات وكل اللي انتوا اتكلمتوا فيه طبعا يعني انا متفق معاه بشكل واضح. بس برضو انا شايف ان الموضوع الاجندات انا دلوقتي عايز ادخل انافس في الجوائز في موسم الجوائز. طب ما هو فلازم مش هعرف انافس السنه دي. هم السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت قبلها ما حطوش اي اجندات بس كسبوا لان ما كانش في اي منافسه عموما السنه دي. وفي اصلا جوائز دلوقتي اللوائح بتاعتها لازم يحطوا كذا ولازم يحطوا كذا عشان يخشوا في الترشيحات. فالموضوع بقى اصعب من ان صناع العمل اصلا يطلعوا الموضوع ده اخر سيزون. فالواحد كان عايز فاهم اللي هو كل ثانيه تبقى بالظبط. وتيد ومش عارف مين انت مستني تيد ونيت ومش عارف ايه، فجاه يطلع لك من اسمه ايه ده هيو ولا مش فاكر اسمه كولين بس خش بس اتكل على الله فاهم. هو سيبك حتى يعني من كولين، سيبك حتى من كولين نفسه والبلوت لاين بتاعه. ما انت زي ما قلت ان في حلقات فين تيد يا جماعه، زي حلقه مثلا حلقه سام
اللي هي بتاعت المطعم والست اللي هي بتدخلش ريفيوجيز ومش عارف ايه وكده برضو ما حسيتش اللي هو يعني دي برضو كانت اجنده من الاجندات طبعا وكانت ماشي يعني هي دي اجنده مقبوله يعني اجنده ايجابيه. وحتى لما حصل في الاخر اللقطه اللي هم كلهم بيصلحوا المطعم مع بعض وكانت حلوه كانت جميله. فين تيد بس تيد مش موجود. ايوه انت بتتكلم عن تيد فعلا بغض النظر ان الحلقه الاخيره هو تيد حرفيا نصها ما كانش بيتكلم اكتر شخصيه بتتكلم بس دي كانت حاجه بالنسبه لي عجباني ان هو اكتر شخصيه بتتكلم وفي حاجه هو في موقف هو مش عارف الوداع بقى فهو ما كانش عارف يتكلم دي كانت عجباني قوي الحته دي. بس غير كده باقي السيزون ان هو مش موجود وان هم فجاه زي ما كنت بقول سابوا الدكتوره وما كملوش المشوار بتاعه كانت برضو من الاسباب ان تيد مش ظاهر كتير. بس عجبتني اول حلقه بتاعته كانت بتاعت امستردام الحلقه السادسه حلقه امستردام دي كانت جامده. انا شايف ان هايلايتس الموسم حلقه امستردام وحلقه ال11 بتاعت اسمها تعرفين اسمها موم سيتي وطبعا الحلقه الاخيره دول هايلايتس. انا شايف ان هم اخر حلقه كامله انا شايف ان هم اخر 3 والسبت عموما من بعد الحلقات اتظبطت لان احنا رجعنا للفورمولا اللي احنا كنا ماشيين عليها. انا بالنسبه لي اول 6 حلقات او اول 5 حلقات بالظبط المسلسل صناع العمل كانوا ماسكين شاكوش وبيكسروا في كل حاجه حلوه عاملينها في المسلسل. بس أنا كل العلاقات بتتكسر كل الشخصيات بتتكسر لا بيكسروا في العلاقات بيكسروا في الاساسيات بتاع اللي احنا متعودين عليها في المسلسل. حاجات كتيره كانت بتتكسر قدامي وبدا المسلسل رتمه يقل اكتر بكتير من اي حاجه تانية. تيد لاسو بيختفي روي مش موجود ولا مؤثر. مهتمين بعلاقه اسمها ايه كيلي والحاجات دي ما دي برضو واحده اللي هو استفدت بالظبط يعني في حاجات كتير كنتوا بتكسروا في الاساسيات الحاجات اللي حبيناها في المسلسل بس بعد الحلقه السادسه انت رجعت للطريق الصح. فانا حسيتهم هم قاصدين ان هم فعلا ياخدوا منك الامل. انا المسلسل بدا يبوظ بس بعد الحلقه السادسه وانت ماشي المسلسل عظيم الموسم حلو جدا. فكره برضو روي ان فجاه سابوا بعض وعنده مكتشف ان عنده مشكله وبتاع فجاه كده. طب انت يعني فين يعني في حاجات فعلا هم قعدوا يكروتوها كده عشان اللي هو يلا احنا عايزين نحط ده وده 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 ومش عارف ايه. فدي كانت برضو من الحاجات الفصيله. انا الحاجات بس اللي ادتني يعني انا كنت داخل وسامع حوار بقى الاجندات والمسلسل بيقع في اول 5 حلقات بس لما اتفرجت عليها لا ضحكت في كذا حته فكنت متفائل اللي هو ايه ده في حاجات حلوه في ضحك في هزار في شخصيات يعني الحوار حلو. بس يعني ده كان مداري شويه عن الشخصيات نفسها مش متركز عليها على قد ما هو كان بيضحك يعني. بالظبط ده بالنسبه السلبيات او اللي يعني الحاجات اللي ضايقتنا الحاجات الصغيره اللي ضايقتنا في بالظبط. انت ادينا كده في دقيقه رايك ايه في المسلسل الموسم كده الموسم وبعدين في العمل كله كالموسم موسم متكامل لتيد لاسو. طبعا ممكن يبقى اقل موسم تقييما. انا محتاج اشوف الموسم الثاني مره كمان عشان اقيم صح. بس الحلقات الهايلايتس اللي بقولك عليها دي بالموسم كله يعني تخليني اتغاضى عن اي مشاكل حصلت. دي حقيقة. وكنهايه هو عمل نهايه كويسه جدا وقفل صح المسلسل فده لازم ياخد نقط عليه. كان مسلسل بقى عموما لا هو بجد هو مسلسل يعني انا شايف ان هو من انجح المسلسلات الكوميديه اللي نزلت في مثلا اخر 10 سنين عادي جدا. زي ما انت بتقول هو بيقلب كومفورت شو مع الناس ان انت يعني هو عمل حاجه زي مثلا انت قلت فريندز وهاو اي ميت يور ماذر. بص ده كام سيزون وكل سيزون كام حلقه عشان ده يوصل عمل وعشان يوصل ده 3 سيزونز عمل اول سيزون اصلا 10 12 حلقه بس سيزون ايوه من اول سيزون انت مشدود دي بالظبط. فده دي حاجه يعني لا مش حاجه طبيعيه مش حاجه طبيعيه تحصل ومفيش مسلسلات كده بتحصل دلوقتي اللي هو انت 1 in 50 مثلا او مش للدرجه دي بس لا للدرجه دي انا معاك ممكن اكتر من كده يعني قصدي ان هو حاجه تبقى ستيبل حاجه تبقى كده مش بالضروره حاجه كوميديه. كوميدي طبعا مستوى اقل عموما في العالم كله ما عادش حد عايز يضحك عارفين يعني لا الناس بقت صعب تضحكها والله. انا دي حاجه بتضايقني لان انا بحب الحاجات الكوميديه جدا بس لا يعني ده اداني امل ده اداني امل. مسلسل كوميدي لا هو من بره أيوة تصنيف انا فضلت فتره عايز اصنف المسلسل ده انا هصنفه ايه اديني تصنيف. هو يتصنف مسلسل حلو مسلسل عظيم حاجه كده باكج كده فاهم. بس هو في حاجه اسمها في حاجه في ميكس ما بين دراما دراميدي يعني دراميدي انا ممكن اقول عليه دراميدي. هو ينفع لان هو انا شايفه ان هو ممكن يتقال عليه سبورتس يعني ويتقال عليه سبورتس يتقال عليه سبورتس كده بس هو دراما كوميدي يعني هو قصه بتعبيرها يعني وصفها بيضحك والمغامره في سبورتس فهي ميكس فعلا بيرفكت بالنسبه لي.
بس يعني لو نيجي مثلا الحته اللي انت تتكلم عليها، كنت عايز اقول ان النهايه دي ممكن اقول ان هي من احسن النهايات اللي شفتها للمسلسل في المطلق. ماشي. لان دايما يبقى في مسلسل جامد قوي نهايه ما تعجبكش قوي. لوست جيم اوف ثرونز يعني. ففي كتير قوي انت مسلسل بتعشقه بس نهايتك ما كانتش احسن حاجه. فانا لا، ده من المسلسلات اللي بجد لا، انا النهايه دي انا ما كنتش متصور حاجه احسن. انا عموما بقدر المسلسلات اللي بتقفل صح. هي مش بس قفل، ده قفل بدري. عايزين نكمل. انا معاك. انا صراحه حتى انا مش طمعان، انا كنت عايز سيزون واحد كمان تشامبيونز ليج وخلاص يعني نروح بقى. بس يعني سيزون كمان هم يعني استبخلوا علينا في دي بس مش مشكله، انا مش متضايق من كده لانه حاجه ان انت كويت وايل يور اهيد، او اللي هو انت فكره ان انت مش اهيد، انت في التوب. ايوه بالظبط. فهو انت ليه تمر بمراحل زي مراحل ايوه موسم كمان مش هيخسر اللي فضلت تموت عشان نجاحها وفي الاخر مستواها نزل قوي. ايوه بس انت السيت كومز اللي بتتكلم عليها دي كانت بتبقى فوق ال 20 حلقه ولا ال 20 حلقه. ايوه فاهم 24 حلقه 10 مواسم يا عم. ده كان يعمل لي 8 حلقات انا راضي 9 مواسم يعني فاهم. كنت تعمل لي سيزون 4 8 حلقات فاهم وانا راضي يعني. كان والله في كاركترز ممكن يتحط عليهم كام طوبه كده. كنت عايز اشوف نيت كمان بعمل ازاي بعد كده. اعتقد نيت خلاص هو نيت الارك بتاعه خلص بس خلاص اتكسرت الحته. كنت عايز اشوفهم بقى يعني. لا كنت عايز اشوف التيم وورك بتاعهم كلهم مع بعض زي زمان. لا هم دلوقتي لا تيد دلوقتي غير زمان. لا انا بتكلم على كرويا. هو رميها لك ازاي؟ تيد اتس نوت تيد. ما انا فاهم بس تيد دلوقتي شخصيته دي بقى عنده بقى فكره تيكي تاكا وبيلعب حلو. حط بقى عليه تيد نيت قصدي مع الباقي كنت هتشوف حاجات جامده يعني. قصدي في مواقف تطلع في حاجات تطلع بس انا احس انها ممكن تكون مكرره ممكن يعني هتتكرر. هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه. تلعب بطوله جديده، تلعب تشامبيونز ليج مثلا. دي تحديات كبيره بقى اكبر. هي نفس الكونسيبت، نفس فكره الماتشات. ما انت الماتشات يا اما تكسب يا اما تخسر، يا اما تكسب بصعوبه يا اما تخسر بس بصعوبه. زي ما اقول لك السيناريوهات واضحه. انا زي ما بقول لك هو مش مسلسل كوره. هو يعني بيتمحور في كوره وفي يعني حوالين كوره، بس هو بيركز على الشخصيات وحوارات اكتر من الكوره. فانا مش اللي هو داخل عشان اتفرج على الماتش اللي هيلعبوه النهارده. انا داخل عشان اشوف تيد مثلا هيبقى عامل ايه مع نيت، او الموقف اللي حصل في الحلقه اللي فاتت هيكمل ازاي او ايه اللي هيحصل وكده. مش داخل عشان اشوف اصلا انا داخل عارف ان هو هيكسب الماتش ده عشان ده مثلا مش عارف ايه. داخل لو هيتعادل هيخسر. مش دي الاكتر حاجه مستنيه. بس ممتعه جدا ممتعه كده اخر حلقه دي خليني كده ما بقول لك مع ان هي مش هي السبوت لايت بس انت بتبقى مشدود يعني. اخر حلقه دي انا كنت بقى اللي هو بشجعهم. انا اول ما كسبوا انا ومندو بنقول احنا قعدنا اكني بتفرج على ماتش في الدوري بجد. كفايه ان هو وصلك للحاله دي وانت عارف ان هو في الاخر يا جماعه يعني هو هيكسب وسيتي هتكسب عشان هي السيتي فاهم. فاللي هو كانت بالصراحه بالنسبه لي لو هم كسبوا الدوري تبقى اكتر حاجه واقعيه. بس كنت هتحبها لان يلا واي نوت تدلسوا. بس انا اللي هم عملوها كده كانت يعني بس خلينا نبقى منصفين برضو. المسلسل ما سابش شخص في الاخر، ما سابش شخصيه مرميه كده ما بيعملش حاجه او ملهاش نهايه واضحه. خلاص كل واحد راح للنهايه بتاعته الواضحه. واخر مشاهد في اخر وهو في الطياره اصلا خلص لك كل القصه وكل واحد رايح فين وتمام. لا انا بيرفكت عشان كده بقول لك ده اللي انا بتكلم فيه. نهايه احسن من احسن النهايات. ان هو قفل كل كاركتر، قفل الحدوته، فلا كلها بطريقه جامده قوي. وان انا خلاص مفيش حاجه مستني اعرفها يعني. انا كنت عايز زياده بس اللي هو مش هقول طب مش كده فاهم. بس اللي هو طب وهو في الطياره اعمل مشهد عسل اسود او الباسبور ولا حاجه رجعنا رجع. المهم يرجع. كوتش بير ده عملها فمش هيعمل. للاسف كوتش بير ده حدوته لوحده اصلا. ده شخصيه غريبه، شخصيه جامده قوي بجد. الشخصيه دي مركبه كده اللي هو انت مش فاهمها. وبعدين لا السنه ده اصلا اللي هو الصاروخ اللي رماهولك او القنبله اللي رماها لك في الحلقه العاشرة الحلقه العاشرة او ال11 لا الحلقه 11 لما راح يكلم نيت. لما بير راح يكلم نيت وقال له على الباك ستوري بتاعته. انا ما توقعتهاش بجنيه. ما حدش توقعها. وايه اللي هو انت ميك سنس في الاخر ميك سنس عشان كده هو الفشخ التد وبتعرف حاجات يعني. انت لحد اخر لحظه بتعرف حاجات جديده عن الكاركترز دي. حاجه عظيمه. حتى في اخر حته في المسلسل وهو بيعمل الحاجات دي لما كان بيكلم تيد في الطياره وعرفنا اسمه ايه اصلا اللي هو انت ويلس بعد كل ده فاللي هو لا يعني
بجد انا من اكتر مسلسل الحاجات اللي حبيتها في المسلسل دي شخصيات كلها كلها مكتوبه تتحب. حلوه قوي، كلها. تتحب قوي، فاهم؟ هتعمل بعيوبها هتعمل ريواتش؟ ده اقل كده حاجه كده. دي اقل واجب. لا انا بقول لك ده كومفورت زون بالنسبه لي انا. يعني تيد لاسو ده يعني اول ما سيزون 1 خلص كنت بقعد اعيده لحد ما سيزون 2 نزل، وهكذا سيزون 2 لما خلص كنت بقعد اعيد 1 و 2 لحد ما 3 نزل. فهو حرفيا انت لما بعوز اشغل حاجه باين يعني نويز كده ومش مركز معاها، تيد لاسو على طول. تضحك، تعيط، تشوف مواقف جميله. وانا بحب البريتش عامه والكوميدي بتاع البريتش والجو ده، فكنت عشان ده من الاسباب اللي حببني في المسلسل اصلا. لا هو مسلسل يا جماعه اتحط في التوب كده 3 مواسم، خد مكانه في قلب الواحد من 3 بس. وبجد شخصيه تيد دي انا حزين ان انا مش هشوفها تاني بجد. بيقولوا في سبين اوفس بقى وحاجات كده، بس اعتقد لا بالظبط. اما اول حاجه فكرت فيها ايه، هيعملوا حاجه الروي بقى وهو ماسك التيد بالظبط. فلا انا عايز تيد. انا عايز تيد. شخصيه تيد دي لا دي مفيش زيها والله. يعني حابب ان روي بقى كانت النهايه حلوه قوي ان هو اللي يمسك انا عايز احكي لك حته بس بمناسبه تيد. انا اخر شركه كنت شغالين فيها المفروض ببقى بنسمي اسماء انجلش او امريكان. كنت مختار اسم تيد. اسم تيد اصلا يعني اسمي على الاكونت بتاعنا في الشركه تيد. دي اقل حاجه تيد ممكن يعملها في الواحد عشان تيد بس. دي اقل حاجه. خش يلعب بريتشموند في فيفا عشان فاهم تعوض. انا كنت عامل كارير في فيفا وعامل تيد هو المدرب عادي. ريتشموند اتعمل له حاجه في في 23 اتعمل له في حاجه مش فاكر ايه. هو الفريق بقى موجود. الفريق موجود وهو شخصيه تيد موجوده في المانجر، فانا بختاره. ولا وضرب مانشستر بتيد عادي. الله. فلا يعني فاهم انا تعالى في اي حته انا معاك. فلا بجد هيوحشنا بس انا مش قادر اتصور بجد ان انا مش هشوفه تاني. بالظبط. يعني انا اخر حاجه عايز اقولها ان انا بجد انا في حاجات كتير قوي في المسلسل نفسي اتكلم عليها بعمق، زي الديبيكشن بتاعهم للانكزايتي وتيد، واصلا بريك داون لكاركتر تيد، وان هو ممكن يعمل ايه عشان يساعد الناس وما يقبلش مساعده. بالظبط. هي الشخصيه اصلا كاركتر نيت وكل العيوب اللي فيه، كل المميزات اللي فيه. كاركتر اسمه ايه ده، جيمي وروي. حتى اسمه حتى ليزلي. انا بحب ليزلي فشخ، والدايموند دوغ كلهم والله. لما كان بيبقى واقف في الماتش مش هيتحرك عشان عشان جينكس وبتاع. لا شخصيه هو اصلا يعني حاجه صغيره في المسلسل، بس شخصيه برضه عامله اضافه في المسلسل. بالظبط. اللي هو حرفيا كل شخصيه سايبه لك. الواد بتاع الدريسنج روم ده ويل اللي كل ما يخش يبقى موجود في حته. ايوه هو حلو يعني حتى كتابته كاركتر صغير قوي. لما هو حلو جدا. ايوه كل حاجه. لما ليزلي خدوا معاه في الرحله برضو في امستردام وبتاع، اللي هو انا هوديك النهارده مش عارف. هي حلقه امستردام دي جامده. امستردام لما دخلت اتكلمت عنها اول ما نزلت، قلت ان ده يعتبر فيلم، يعني مش محتاج تفهم القصه، مش محتاج تعمل اي حاجه، انت تتفرج على حلقه لذيذه بس. فهو ده بالنسبه لي حاجه. ما تديني العجل دي كانت جامده. بتاع العجل صحيح. الراجل ما بيسوقش. والله جد ضحك. لا اديني بريك داون كده للتوب 3 كاركترز بالنسبه لك في التوب 3 كاركترز. اعتقد دي توب 3 تمام. من غير ترتيب. ده من غير ترتيب. لا ترتيب. لا طبعا من غير ترتيب، دي صعبه فشخ. ده لازم ابقى مجهز لها. معلش. حاول. لا صعبه حاجه يعني. اول ما فكرت في اول يعني خلينا نتكلم لما اسالك سؤال، الانتويشن او الرد فعلك على طول ايه؟ 1 2 3. مش لازم بقى تفكير عميق وكده. فاديني التوب 3. توب 3 تيد وكيلي، والتالت محتار بصراحه، بس انا بالنسبه لي يعني تيد وكيلي من احلى الكاركترز اللي في المسلسل. كيلي برضه شخصيته اسمه ايه ده، مين ما تساعدوني يا جماعه. ما في كتير. في كتير قوي. جيمي. ما انا مش عارف بقى. جيمي ونيت وبيرد. لا بس بيرد هو بيطلع ليه طلعات، بس ليه طلعات، بس اللي هو مش اللي هو انت مستني الكاركتر بتاعه تروح في حته معينه، هو عشوائي كده. دي احلى حاجه في بيرد. لكن اللي تحس ان الكاركتر بتاعته بتختلف على مدار السيزونز دول اكتر 5 تقريبا. يعني ممكن ريبيكا طبعا. ريبيكا كده والمسلسل بدأ بيها اصلا ان هي جايبه تيد عشان يبوظ النادي. ما عشان كده انا محتار يعني. هم كتير كده. جاي وريبيكا دول اهم 2 كاركترز. دي ميزه ان انت كل الشخصيات هوبا زنقوا. انا زنقت. يا عم ريبيكا الثالثه. اوكي. تيد وريبيكا وجيمي.
هوارد وريبيكا. طيب تيد نيت روي، او روي نيت. هم اصلا هم دول اللي يعني فاهم احنا قسمناهم تمام. بس انا بالنسبه لي لا، روي لما يعني اول موسم هو كان روي كان صح يعني ده ممثل جديد، ده ممثل مش حد موجود دايما، ده وجه جديد يعتبر يعني عبقري. لا الموسم الاول بتاعه كان تحفه. بعد كده طبعا الموسم الثالث ما عملش اي حاجه، بس في الموسم الاول عشان كده انا حتى ما فكرتش فيه قوي، لانه حتى زي ما قلت لك من شويه ان هم زنقوه قوي في حته اللي هو فجاه يكتشف ان هو عندي مشكله انا عايز احلها عشان ارجع لكيلو. طب ما دي انت كنت ممكن تديها لنا واحده واحده كده، يكتشف بتاع، مش هبقى واقف كده ايه ده انا عندي مشكله. فدي بس عشوائيه وحلوه. ماشي عشوائيه حلوه عشان بلعتها عشان كده، بس قصدي ان هي كانت ممكن تبقى احلى، كانت ممكن تديها دبث اكتر، الشخصيه دي كانت تستحمل. فيعني دي اللي انا كنت شايفه في روي الصراحه. بس زي ما بقول لك من حلاوه المسلسل ان هتلاقي شخصيات كتير قوي ليها يعني تعملها بريك داون او ليها ارك كبير، يعني اللي هو بدا في حته وخلص في حته والارك بتاعها كامل. والله روهاس كان جميل برضه. والله دمه خفيف. انا بحب يعني شفت لما بيقلب لما قلب الشرير اللي هو انت ايه جامد بس اللي جبت الوش ده منين والله مش طبيعي. بص عليهم ليزلي قلنا بس خلاص يعني حرفيا مفيش حد. وبثانيه برضو عمل له سام ليه كاركتر حلو. طبعا سام الكتكوت صغنن كده يعني فاهم كيوت. جورج ما حدش يفتكره. جورج يعني والله الحلقه يعني عجبتني اول حلقه بتاعت الليج دي عشان اسمه ايه كفوف هذا ولا لا عشان جورج ولا اسمه ايه ثانية انت قصدك اسمه جمعت جوز ريبيكا. كان اسمه ايه هو ما كانش جورج. روبرت ايوه انا لخبطت. انا قلت برضه جورج. مين جورج؟ ايوه لا روبرت. زي ما بقول لك روبرت في الحلقه بتاعت السوبر ليج دي كنت شايف الحلقه دي معموله عليه اكتر حاجه، او من بينت لي العامل الكويس في روبرت اخيرا اللي هو في بصيص امل خلاني اتعاطف معاه شويه، وكان عاجبني الموقف وكان عاجبني اللي حصل قصته اصلا. لكن لما قعدت تحكيه وبتاع تعاطفت معاه، بس غير كده راح في داهيه بعد كده هو اصلا ايوه انا تعاطفت معاه لحد ما كان رايح يبوسها لا عبيطه اللي هي مش نافع معاك الادب يعني. بس لا عشان كده بقول لك كل كاركتر الصراحه لا يعني بيرفكت معمول يعني ما فيش حاجه كروتت في الحته دي. بس انا شايف كده خلاص صح تمام زي احنا والله يعني الكلام مش هيخلص على تيد لاسو، احنا بنحاول ننجز على قد ما نقدر للاسف محتاجين نخلص الفيديو لان فعلا لو فضل شغال كده مش هنبطل كلام مش هنبطل كلام عليه والكاميرا هتقطع وحوارات كتير يعني. ان شاء الله تيجي فرصه تخلينا نتكلم عن تيد لاسو تاني ان شاء الله. مش عارف ايه هي بس ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم في فيديو مش هنقول لهم وانت نسيت نشوفكم في فيديو جديد ما تنسوش لايك كومنت شير سبسكرايب والجرس، وتابعونا على السوشيال ميديا بنحط حاجات اكسكلوسيف هناك. وما تنسوش طبعا تابعوا فاروق. قفلت عليك لسه ما عملتش الشوت اوت.